المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم منظمة تسعى لدعم التعليم وتطويره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة. أنا مريم مصطفى أبو عمود، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي ورئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم. إلى كل ليبي وليبية على وعي بما بلغه قطاع التعليم من تردي وضعف وانحدار، وعلى وعي أيضا بضرورة إصلاح هذا القطاع من أجل حصول تنمية وتطوير في مختلف المجالات في الدولة والمجتمع في ليبيا. أزف لحضراتكم خبر صار، وهو استكمال المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم لإجراءات التأسيس وحصولها على الموافقة من الجهات المعنية بممارسة النشاط في مختلف أنحاء ليبيا. ترعى المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم ملتقى وطني عام مزمع عقده في مدينة بنغازي من قبل مجموعة من الخبراء وكل مهتم بقطاع التعليم لمناقشة أفضل السبل والآليات لإصلاح قطاع التعليم. أهم محور والذي تتبناه وترعاه المنظمة هو القضاء على الانقسام السياسي من خلال تأسيس مجلس أعلى للتعليم منبثق من الجهات التشريعية المعنية، يشرف على برنامج التطوير الوطني ويتبنى سياسة تطويرية تنموية بعيدة الأمد. في هذا المقام تؤكد المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم على أنها تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتنظر لكل الليبيين على قدم المساواة، وتعول المنظمة على النزعة الوطنية الحقيقية والحب الصادق لليبيا والرغبة الصادقة التي نرى أنها عند كل ليبي في أن يرى ليبيا دولة موحدة تشهد تنمية حقيقية في مختلف المجالات، لا سيما في حجر الزاوية في التنمية وهو قطاع التعليم. ندعو حضراتكم إلى الغرفة الخاصة بمناقشة الملتقى الوطني العام من خلال الانضمام على مجموعة الواتساب من خلال الرقم الذي سيظهر على الشاشة الآن، ويمكنكم أيضا التواصل مع المنظمة وإبداء آرائكم على صفحة المنظمة على الفيسبوك، المنظمة الليبية لدعم وتطوير التعليم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.